بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهينا من ذكر أركان الإسلام. فكم أركان الإسلام؟ كم أركان الإسلام عبد الحكم؟ خمسة. ما هي؟ زين قائم ونام. أيوة، ما هي؟ اذكرها أو اذكر بعضها، اذكر واحد. شهادتان. أحسنت. أيوة، عندكم أركان الإسلام خمسة، ذكر واحد شهادة لا إله إلا الله، الثاني الصلاة، الثالث الزكاة، الرابع الصوم، الخامس الحج. هناك شرط في الحج، ما هو الحج؟ لمن استطاع إليه سبيلا. قال: فصل: أركان الإيمان. جاء في حديث جبريل المشهور الصحيح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. هذا يعني حديث طويل مشهور، قال جبريل، مشهور بحديث جبريل، وإلا هو من حديث عمر بن الخطاب. مشهور بحديث جبريل أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله تلك الأسئلة، فسمي حديث جبريل، وإلا راويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فصل: معنى الإيمان. قال: هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لا بد أن يجتمع القول والعمل، القول والعمل، وكذلك الاعتقاد، اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد في القلب، تصديق، إيمان في القلب، وعمل بالجوارح، وكذلك قول باللسان، قول باللسان. فالاعتقاد أن تعتقد أن الله عز وجل وحده لا شريك له، ليس هناك من يستحق العبادة غير الله، أن الله واحد أحد صمد، هو الخالق وحده لا شريك له، وهو الرازق. وكما أنه هو الخالق وهو الرازق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. تعتقد في قلبك هذا. وأيضا قول باللسان، نطق، تنطق بلا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. تعمل، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج، تذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن، كل ذلك من العمل، يزيد بالطاعة. الإيمان ليس كل الناس يستوون، لا، نعم،
كل الناس يسمون في مسمى الإيمان، هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن يختلفون في منازلهم. هذا إيمانه زائد وهذا ناقص. وزيادة الإيمان تكون بالطاعة، فكلما زاد العبد من الطاعة كلما زاد إيمانه، كلما زاد إيمانه، وكلما فعل العبد المعصية كلما نقص إيمانه، كلما نقص إيمانه أو نقص من إيمانه. قال: فصل: معنى أركان الإيمان، أنا نذكرها بالتفصيل. قال: الركن الأول الإيمان بالله، وينبني الإيمان بالله على نقاط مهمة نذكر بعضها، أي أن العبد يكون مؤمن بالله إذا آمن بهذه الأشياء. قال: أولا الإيمان بأن الله موجود فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. قال: وكل موجود يدل على أن الله قد أوجده، وكل مخلوق يشهد أن الله قد خلقه. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هل وجدت المخلوقات من غير موجد أم أنها التي أوجدت نفسها، وهذا باطل. فيكون الحق هو أن الله قد أوجد الوجود بقدرته، أي الإيمان بأن الله عز وجل موجود، أن الله عز وجل موجود، لا كما يقوله الفلاسفة والملاحدة وغيرهم أنه يعني ليس بموجود. وأيضا بأن جميع المخلوقات والموجودات أوجدها الله عز وجل وخلقها الله عز وجل، فليست الموجودات وجدت هكذا من غير موجد، أو أنها أوجدت نفسها بنفسها. هذا يقوله الزنادقة والفلاسفة، ولكن نؤمن بأن هذه الموجودات أوجدها الله وخلقها الله. فالله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هذه الموجودات هل وجدت من غير موجد؟ لا يمكن. أم أنها أوجدت نفسها بنفسها؟ لا يمكن، هي عاجزة. إذا كانت أوجدت نفسها بنفسها لن تهلك، لن تهلك هذه الموجودات. وما يشاهد مثلا الإنسان يعمر فترة ثم يموت، إذا كان أوجد نفسه بنفسه فإنه سيبقى. الأشجار كذلك إذا قطع عنها الماء فإنها تهلك، فإنها تهلك. وعدد غير ذلك، مثلا الشمس والقمر. الشمس تظهر في النهار وتختفي في الليل، إذا كانت أوجدت نفسها بنفسها فإنها ستبقى دائما. وكذلك القمر قليل قليل يكبر يكبر ثم يعود يصغر يصغر، وهكذا في كل شهر. وأيضا يعني تمشي بانتظام، لا يسبق هذا على هذا ولا هذا على هذا. لا الشمس تدرك الليل، لا الشمس تدرك الليل، وكذلك القمر
كل يجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فإذن هذه الموجودات والمخلوقات خلقها الله، وهذا قد أقر به المشركون، أقر به المشركون. أليس الله عز وجل يقول في غير ما آية: قل يا محمد اسأل هؤلاء الذين يكذبونك، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، فمن أنكر أن الله هو الخالق فهو أضل من كفار قريش، مع أنه كفر، لكن كفر وكفر أعظم. كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك لم ينفعهم هذا، لم ينفعهم، هم كفار يعذبون في النار. لكن الأفظع والأكبر منهم من لا يقر بهذا، من لا يقر بتوحيد الربوبية. قال ثانيا: أي مما ينبني عليه الإيمان بالله وما يجب تجاه الإيمان بالله، قال: الإيمان بقيوميته سبحانه، بأنه قيوم السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه الممسك للسماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والمدبر لشؤون الخلق أجمعين منذ خلق الخليقة، وهو على كل شيء وكيل. أي الإيمان بأن الله عز وجل مدبر هذا الكون، وهو المتصرف فيه، وهو القائم على ما يجري فيه وما يصلحه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، وأيضا الممسك، هذا بمعنى المتصرف، والمدبر للسماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا أي سقطتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا مما يتضمنه الإيمان بالله. قال ثالثا: الإيمان بوحدانيته سبحانه، فهو الواحد والأحد، وما من إله إلا الله الواحد القهار، قل هو الله أحد الله الصمد، وأنه ليس له مثيل ولا كفء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا شبيه ولا سمي، هل تعلم له سميا، فهو الخالق وحده لا شريك له، وهو المتصرف وحده لا شريك له، وهو المعبود بحق وحده لا شريك له. الإيمان بوحدانية الله عز وجل في الربوبية، بأنه لا خالق غيره، ولا رازق غيره، ولا رب سواه، ولا مالك غيره. بوحدانيته في الألوهية، بأنه المستحق للعبادة، بأنه لا تصرف العبادة إلا له، لا تصرف العبادة إلا له، ولا تصرف لغيره. بوحدانيته في أسمائه وصفاته، بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه رسوله في سنته، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا شبيه له، لا شبيه له، أنه واحد أي لا شبيه له في أسمائه وصفاته. وإن اتفقت المسميات كالسمع والبصر والوجه واليد التي أثبت الله عز وجل له في كتابه
أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإن اتفقت الألفاظ لكن المسميات مختلفة، فالله عز وجل له سمع لكن لا يشبه سمعه سمع المخلوقات، له بصر لكن بصره يليق به لا يشبه بصر المخلوقين، فهو يعني يرى النملة السوداء في الليلة السوداء على الصخرة الصماء، يسمع دبيب النمل، يسمع كل الخلائق في وقت واحد على تفنن حاجاتهم واختلاف لقاتهم. فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، أولا نفى أن يكون مثله، ليس له مثيل ولا كفء، ليس كمثله شيء، ثم أثبت الله عز وجل لنفسه أسماء وهي متضمنة للصفات، وهو السميع البصير. فالله عز وجل نفى أن يكون له مثيل، وفي المقابل أثبت له أسماء وصفات. إذن فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وأسماؤه لا تشبه أسماء المخلوقين، وإن تشابهت في الألفاظ. سميع، الإنسان يقال له سميع، يسمع، لكن هل سمعه كسمع الله؟ لا. وكما يعني مر معنا القاعدة التي رد بها الإمام مالك رحمه الله على ذلك الرجل المبتدع الذي دخل وسأله، هذه تؤخذ قاعدة في الرد على أهل البدع. قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، لكن الاستواء يليق بالله. وكذلك يقال مثلا كيف سمع الله؟ نقول السمع معلوم والكيف مجهول، الكيفية لا نعلمها، والكيف مجهول، والسؤال عن ماذا؟ عن الكيفية ليس عن المعنى، والسؤال عن الكيفية كيف، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأننا لا نعلم الكيف، وإنما نعلم المعنى. قال ولا شبيه ولا سمية، هل تعلم وسميه بمعنى واحد، بمعنى المثيل والكف، بمعنى المثيل والكف. قال الركن الثاني، إذن الركن الأول الإيمان بالله، وينبني عليه هذا أن تؤمن بوجود الله، أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق. وكما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجود الله، وذكرها هنا لكن ذكرها بأسلوب آخر، ذكرها المؤلف حفظه الله لكن بأسلوب آخر: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله لأن الله هو الخالق الرازق المالك، الإيمان بألوهية الله أي بأنه هو المستحق للعبادة، بأنه هو المستحق للعبادة، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسماء الله وصفاته. قال الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وينبني الإيمان بالملائكة على نقاط، منها أولا الإيمان بوجودهم عليهم السلام، وأن وجودهم قد سبق وجود جنس البشر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقد ورد لفظ ملائكة في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، ولا يجوز إنكار وجودهم لمجرد أننا لا نراهم، فإن الإيمان بالملائكة من الغيب، ومن أنكر الغيب فهو كافر. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، ويتضمن أمور: الأول أن نؤمن بأنهم موجودون، أن نؤمن بأن
الملائكة يعني أنهم موجودون وإن كنا لا نراهم، فهم عالم غيبي، عالم غيبي، ومن أنكر الغيب فقد كفر. قد أخبر الله عنهم في كتابه وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يجوز أن ننكر وجودهم. وأيضا يتضمن هذا الأمر أن نؤمن بأنهم وجدوا قبل جنس البشر، قبل أن يوجد الإنسان. ودليل ذلك ما ذكر المؤلف: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هذا الخليفة؟ هو أبو البشر آدم. خاطب الله عز وجل الملائكة قبل أن يخلق آدم، إذن هم موجودون قبل البشر، هم موجودون قبل البشر. قال ثانيا: الإيمان بأسمائهم التي أخبرنا الله بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بما ورد من أسمائهم واجب، وتسميتهم بما لم يرد فيه نص من الشرع لا يجوز مطلقا، كتسمية بعض الناس لملك الموت بعزرائيل وليس لهم على تسميتهم دليل ففعلهم لا يجوز. أيضا الإيمان بما ذكر الله عز وجل لنا من أسمائهم أو ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم، كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الذي ينفخ في الصور. فنؤمن بهذه الأسماء بأن الملائكة يعني هؤلاء الملائكة هذه أسماؤهم، هؤلاء الملائكة هذه أسماؤهم. وأما تسمية من لم يسمي الله منهم فهذا لا ينبغي، كتسمية ملك الموت بعزرائيل، من سماه؟ هل جاء حديث؟ هل ورد في القرآن؟ لا. وكذلك تسمية يعني اللذان يأتيان يسألان الميت في قبره من ربك، منكر ونكير، هذا جاء فيه حديث، بعض أهل العلم يضعفه وبعضهم يصححه، لكن جاء فيه. لكن عزرائيل ما جاء حديث، عزرائيل ما جاء حديث تسمية ملك الموت، وإنما يقال ملك الموت، فلا ينبغي تسميته بعزرائيل. فلا نسمي يعني أحدا من الملائكة إلا ما سماه الله عز وجل في كتابه وما سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال ثالثا: الإيمان بأعدادهم التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، كأعداد حملة العرش وساحبي جهنم، أي ليس بعددهم، عددهم لا يحصيهم إلا الله، كل يوم يعني يدخلون هكذا 70,000 ملك إلى يعني البيت المعمور ثم لا يعودون، أو يخرجون منه ثم لا يعودون إليه. أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله عز وجل. عددهم لا يحصيهم إلا الله، لكن ما جاء في ذكر أعدادهم. مثلا حملة العرش، كم حملة العرش؟ 8 يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أيضا الذين يجرون جهنم يسحبونها إلى أرض المحشر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. اضرب 70,000 في 70,000 كم سيكون؟ 70,000 في 70,000 أظنها 4,900,000,000. كم طلع؟
كم كم نقاط؟ Empat, ها؟ 4 مليون، يعني 49 مليون، هكذا 49 مليون، هكذا. أظني أخطأت أنا. مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك، لا 49 أكثر. Empat ratus. شوف 4 مليار و900 مليون. أيوة 4 مليار و900 مليون، هكذا. يعني هذا جاء عددهم. نؤمن بما ثبت من أعدادهم، ليس عددهم كلهم، لا، وإنما عدد يعني في صفة. كحملة العرش عددهم 8، الذين يجرون جهنم كم عددهم؟ هذا 70,000، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك. قال رابعا الإيمان بما ثبت من وظائفهم وأنها حق لا شك فيها، كتخصيص مهمة الوحي لجبريل عليه السلام، ومهمة قبض الأرواح لملك الموت وأمثال ذلك، وإسرافيل للنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالقطر، ومالك خازن النار. قالوا يا مالك يقضي علينا ربك. فنؤمن بما ثبت من وظائفهم، نؤمن بما ثبت من وظائفهم، ونؤمن بأن لهم أعمال يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الأعمال لا نعلمها، نؤمن بأن لهم أعمال، هذه لا نعلمها، لكن التي نعلمها نؤمن بها. جبريل موكل بالوحي، واسطة بين الله وبين الرسل، موكل بالوحي. ملك الموت موكل بقبض الأرواح. مالك خازن النار. ميكائيل موكل بالقطر. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. يعني على ثبوت حديث منكر ونكير موكلان بسؤال العبد في قبره، سؤال العبد في قبره وغير ذلك. قال خامسا اعتقاد أنه يجب التأدب معهم واستشعار رقابتهم والحياء منهم، وذلك من دوافع تحقيق الاستقامة، أي مما يعين على الاستقامة الاستشعار أنهم يراقبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن نتأدب مع الملائكة، فإذا كانوا يكتبون كل ما نعمل ويراقبوننا وهم يعني يحفظوننا بأمر الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكذلك هم يسجلون أعمالنا يعني بأمر من الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. إذن ينبغي أن نتأدب وأن نستشعر وأن نستحي منهم، أن نستحي منهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.